مساء الفل يا رجاله. فيديو النهارده هقول لك على افضل خطه مدرب سيسك فابريجيز مع اسلوب البوزيشن جيم. فيلا بينا يا شباب. بس في الاول في 3 منكم هيفوزوا بالمدرب سواء ريكارد او فابيو، فانت اختار اللي انت عاوزه. كل اللي عليك هتنزل تضغط لايك وتشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس وتاكد على الكل وكومنت التشجيع، ويلا بينا على الفيديو. في الاول حابب برضه افكركم ان احنا هنتصنف في السيزون ده وهنراجع مع بعض الماتشات، وهنبدا من بدايه بعد بكره هنبدا نذيع كل الماتشات اللي هنلعبها في الديفيجن. كمان حابب اقول لكم اذا انت احتجت التطبيق اللي هو من تطبيق الحظ، فكل اللي عليك هتلاقيه موجود في الوصف او في اول كومنت. ويلا بينا على التشكيله. بالنسبه للتشكيله يا شباب، فانت هتيجي تلعب باربعه دفاع. يفضل ان انت تلعب باربعه دفاع وتلعب بلاعب، لازم تلعب بلاعب اللي هو اكستريتور اللي هو يبقى دي ام اف عشان تربط وتعمل اللينك ما بينه وما بين مهاجم. يبقى كده اول حاجه نعمل اللاعب ده دي ام اف، تمام، عشان نثبته في الهجوم وهنربطه في الاول. يعني دلوقتي هنعمل اللينك دلوقتي، عشان في ناس بتسأل اللينك بيكون ازاي. بتضغط هنا وبعد كده تضغط هنا وتختار ده. طبعا هنختار سي اف، لازم تجيب سي اف يكون جول بوشر. كده اول حاجه عملنا اللينك، تمام. تاني حاجه هتسحب تلعب ب2 دي ام اف، يعني 4 دفاع و2 دي ام اف عشان تقفل خط الوسط تماما. تالت حاجه هتلعب ب3 هجوم، يعني 3 في مركز السي اف، هيكون بالمنظر ده. واحد جناحين، لازم تلعب في خطه البوزيشن جيم بالاجنحه عشان بيفتحوا. يعني انت لو حطه كده حتى هتلاقيه بيجي طول الماتش، هتلاقيه بيفتح لبره كده. هو البوزيشن جيم كده بيخلي اللاعب يفتح لبره. هنيجي بقى لاساليب اللعب وكمان ستايلات اللعيبه على ارض الملعب. بالنسبه لاساليب اللعب فانت هتحتاج الاثنين دول يكونوا وينجر، يعني جناح غزير الانتاج، عشان يبداوا يجنحوا ويخشوا جوه للعمق، تمام. ده طبعا لازم يكون جول بوشر اللي هو مهاجم قناص. ده لازم يكون اكستريتور، يعني عشان تربطه وتقدر ترفع وتعمل شيب ثرو بتاعك. بالنسبة لده بقى فعندك ليه كذا حل، يا اما هول بلاير يعني ما بين الوسط والهجوم، او تلعب كرييتيف بلاي ميكر اللي هو ابداع في صنع اللعب. ده طبعا لازم يكون انكر مان، تمام، تحطه هنا انكر مان. هنا بقى تخلي اللاعب ده يعني حر، اللي هو يعني يتقدم معاك ويسند. اسلوب البوزيشن جيم بيحب ان انت الاجنحة تكون حرة، ما تكونش دفاع، فخلي واحد دفاع وواحد هجوم. هنا بقى خلي واحد بيلد اب وواحد دستروير، او 2 بيلد اب، مش هتفرق معاك كتير، تمام. هنيجي بقى للتعليمات الفردية. اول حاجة ما تثبتش ايتو، اوعى تثبت ايتو، عشان لما تثبت ايتو مش هيتحرك بالحركه اللي انت عاوزها. فايتو ما تثبتهوش اللي هو السي اف. ممكن تثبت بقى بداله ميسي عشان ما تعبش، وكمان هتثبت نيمار عشان تخلي الباكين يرجعوا ويضربوا الاوفسايد. يعني الاجنحه دولت يبقوا قدام، فالباكات بتاعه المنافس راجع معاهم، فلما تعمل شيب ثرو ما يبقاش اوفسايد دايما، تمام. فدي اول نقطه. النقطه الثانيه هتيجي لي الاي ام اف، ممكن تخليه اتاك، وممكن بقى لو انت عاوز تخلي حد يدافع سهلة جدا، تخلي اي حد من خط النص يدافع لو انت حابب تخلي حد دفاع، تمام. بس كده هي دي التعليمات الفردية اللي انت هتديها. هتجرب التشكيلة دي، التشكيلة دي هتعجبك جدا، الخطة دي هتكون ممتازة، وهتيجي تدعي لي في الكومنتات. وبس كده يا شباب، هو ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. شوفوا حلقة جديدة، الى اللقاء في حلقات قادمة.